بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المتابعين من كافة أنحاء العالم والوطن العربي وجمهورية مصر العربية، معكم محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب واسم الشهرة محمد فتحي، حيث أقدم التهنئة للمنتخب المغربي الشقيق بفوزه على منتخب الإمارات بثلاث أهداف لا شيء. وهارد لك لمنتخب الإمارات ونجوم منتخب الإمارات. وأقدم التهنئة الثانية للمنتخب الأردني بفوزه على شقيقه السعودي بهدف دون شيء، حيث يضرب موعد المنتخب المغربي أمام المنتخب الأردني على استاد أوسيل الخميس المقبل في ختام كأس العرب، بطولة التي جمعت الشعوب العربية والأفريقية فيفا قطر 2025. وهارد لك لجميع المنتخبات التي ودعت البطولة من دور المجموعات ومن دور الثمانية. تحياتي لكل المنتخبات، مصر وتونس والجزائر والكويت وجميع المنتخبات، مش عايز انسحب، وجزر القمر وكل المنتخبات التي كانت مشاركة وودعت البطولة. وأتمنى التوفيق للمنتخب الأردني الشقيق أمام المنتخب المغربي الخميس المقبل. وأتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي أمام المنتخب السعودي على تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كأس العرب في ختام بطولة التي جمعت الشعوب العربية والأفريقية. وتحياتي لكل نجوم كرة القدم العربية والأفريقية، وتحياتي لدولة قطر، تحياتي لشعب قطر الشقيق وكل المنتخبات العربية وشمال أفريقيا. اللهم احفظ مصر وأهل مصر، واللهم انصر إخواننا في فلسطين وغزة. محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب. وأتمنى التوفيق للمنتخب الأردني أمام المنتخب المغربي المباراة النهائية التي تقام الخميس المقبل. وهارد لك للمنتخب الإماراتي والمنتخب السعودي. تحياتي محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب، وتحياتي القنوات بي إن سبورت لنقلها الكأس العرب 2025، نقلها للدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأسباني والليغا الأسبانية والدوري الفرنسي والألماني. وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات الأفريقية، وأتمنى الدعم كابتن حسام إبراهيم في كأس أفريقيا. وأتمنى التوفيق لجميع المنتخبات. محمد فتح الله من على قناة اليوتيوب.